السلام خوتي، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وفي امان الله، و100 الف مرحبا بكم في نهار جديد وفيديو جديد. انا حاليا كنتواجد في واحد الحي شعبي هنا في دبي سميتو السطوه. هو هذا هاد المنطقه هذه او هاد البلاصات هي شعبيه، وانما ما معروفاش بزاف بحال البلايص اللي كنا كنمشيو لهم في الديره، حيت صغيره وما عندهاش واحد الشعبيه، وحتى المترو ما كيوصلهاش. دونك الواحد لا بغى يجي لهنا يا يجي في الطوبيس يا يجي في الطاكسي. ومع انها كتواجد في واحد الموقع استراتيجي بزاف، جات ما بين جوج اكبر شوارع كاين هنا في دبي. غنوريكم. شوفوا هذا هو شارع الشيخ زايد، غني عن التعريف. ولا قطعنا الطريق وتمشينا واحد 500 متر غادي نوصلوا لواحد من احسن الشوارع اللي كيتواجدوا هنا في دبي سميتو جميره. دونك الخوت اختاريت نجي لهاد البلاصه هذه حيت ما معروفاش بزاف، وبغيت نستكشفوها حنا كاملين، نشوفوا شنو كيتواجد هنا، الناس كيعايشين، واهم حاجه شنو هما المطاعم اللي متوفرين في هاد البلاصه هذه. ما تزابيوش. بطبيعة الحال الخوت بحال اي حي شعبي هنا كتدخل ليه في دبي غادي تلقاه عامر بالمحلات، السوبر مارشيات، الجزاره، قهاوي، محلات ديال التليفونات، ومن طبيعة الحال الريستورات فين ما مشيتي غادي تلقاهم. سواء كتقلب على الماكله الباكستانيه، على الماكله الهنديه، على الماكله العربيه. وانما اللي لاحظت في هذه البلاصه هذه الخوت انه العرب ما كاينينش بزاف. الجنسيات اللي كاينين هنا بزاف عندك الهنود، الباكستان والفلبين. هنا كاينه محطه ديال الطوبيسات، وهنا كاينين المحلات ديال الحوايج والسوبر مارشيات والمطاعم، باتيسريات، محلات ديال البايفانات، محلات ديال الذهب، كل شيء موجود هنا. Where are you from? I'm from Morocco. Morocco. Yes. Hello. Hello, say salam alaikum. Assalamu alaikum. They are to your Muslims. viewers. Inshallah, inshallah. Zaiko? Zaiko, what is this? What you have? Ah, this is We have cafeteria. yes, we have cafeteria and we have this pakoda, samosa, sandwiches, also the egg. Yes, Yes. I did this in my previous vlog in there. Now I'm looking for something special. What is the famous food here? Here we have In this area. chicken. In this area. In this area, a lot of Pakistani, Indian, and also the Sri Lankan food like Filipino food. What you like, no problem. Filipino, Indian, Sri Lankan. Yes. Also the whatever you like, no problem. We will give you. Okay. Inshallah. All right. Okay, thank you so much. brother. Zaiko vlogs. هانتم كما سمعتوا الخوت، اكثر المطاعم اللي متوفره في هذه البلاصه هذه هي المطاعم ديال باكستان وديال الهند والفلبين. العرب ما كيدوروش بزاف هنا، دونك على ديك الشيء ما كاينينش مطاعم عربيه. اجي نشوفوا هذا شنو كيبيع هنا. عنده هنا تشيز بريد، الخبز مع الفرماج، الخبز مع الزعتر، ميكس تشيز، الو باراتا. يس بوس، السلام عليكم. How are you? We are very rich, huh? A lot of coins here. What you speak English, Arabic? I can't little English speaking. Little English, okay. شوفي عندك أكل زين. We're making here this simple chapati from Pakistan. Chapati from Pakistan. Yeah, this side is Afghani bread and cheese, zatar, patatas paratha. الخوت هنا عندهم الخبز الباكستاني مع الفرماج أو مع الزعتر، وعندهم واحد الأكلة شنو سميتها؟ Afghani bread. الو باراتا. What is الو باراتا? What is inside? شو داخل هذا الو؟ Patatas. بطاطس. Yeah. Give me Afghani bread with cheese. One Afghani bread and Yes. यो दाने cheese दही Afghani रोटी द दोस्त दाने रोटी रा सवा छो. And give me one aloo paratha also. Okay. هذا الخوت راه ماشي ريستو، هذا راه فران مخصص في الماكله ديال الافغان وديال باكستان. بريد، هذا خبز مع جبنه هذا. داخل. هذا chapati. هذا هو الخبز الافغاني الخوت. السلام عليكم. هذا خبز مع جبنه افغاني. ايوه. هذا مال شو هذا؟ هذا مال شو؟ هذا يسوي خبز هنا؟ هذا الخبز الافغاني كيطيبوه هنا الخوت فيه داخل. شوفي كيطيبوه. انا داخل هنا داير لهم الضجيج،
ايه السلام عليكم. باكستان افغانستان. افغانستان. Me from Morocco. Morocco. معلوم موروكو. ايوه انت من باكستان. عشان صبر ما في، انت باكستان انا في معلوم. الخوت هذه هي الماكله اللي طلبت من ديك الفران الافغاني. هذا الخبز بالفرماج شفتوه، وهذه خبزه عامره بالعسل ورخيصه. هادو بجوج ب7 دراهم وما عندهمش البلاصه فين نجلس. دونك جيت واحد الكافيتيريا هنا بحال المحلابه وطلبت من عندهم شاي كراك، وغادي ندوق ونرد عليكم الخبار. نقولوا بسم الله. زوين يستاهل. يا سلام، الخبز سخون والفرماج زوين. ودابا غادي ندوق الو باراطا، الخبز مع البطاطا. بصراحة أنا عجبني الخبز الفرماج على الخبز مع البطاطا، حيت هذه حارة شي شوية. والله حتى هاد الأكلة الخوت اللي كليت رخيصة وتستاهل. قفلاتني ما بقيتش قاد نزيد، كاس الماء ما قادش نشربو. وإنما واحد الحاجة اللي عجبتني هنا الخوت، واخا تكون ساكن في شي موبل ولا عمارة قديمة بحال هادي، شفتوها؟ شوفوا المنظر اللي كيكون عندك قبالتك لهيه، المنظر ديال شارع الشيخ زايد كله أبراج. هذا منظر زوين هذاك. الخوت البلاصه زوينه بزاف، فيها ما يتشاف، رخيصه بزاف، خصوصا الناس اللي عزيز عليهم الماكله ديال اسيا. من المشكل الوحيد اللي كيتواجد هنا هو انه ما كاينش المترو، يعني الا بغيتي تجي لهاد البلاصه خصك تاخذ الطوبيس او تركب الطاكسي. المهم غنختموا الفيديو حاليا، وما تنساوش اللايك والسبسكرايب الخوت، السبسكرايب والسبسكرايب والسلام عليكم.